هي البنت ليها ايه من اهلها يا صديقي غير حب وحنان ودلع؟ فلك ان تتخيل بقى بنت لسه صغيره بتلعب بالعرايس بتاعتها واهلها مطلعين عين امها حرفيا ضرب واهانه وذل ومرمطه، وكمان بياكلوها بواقي الطعام بتاعتهم. يا نهار ابيض، ده ايه الجحد ده يا جدعان؟ وفوق كل اللي بيحصل ده بيجوزوها لخطيب اختها علشان الفلوس وبس. فيا ترى هي الحكايه ومين البنت الغلبانه دي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهارده. بتبدأ قصتنا عند أحد أكبر القصور الكبيرة اللي موجودة في المدينة، والقصر ده اللي بنعرف إن موجود جواه احتفال كبير والأطفال عمالين بيلعبوا، وبنشوف وقتها بنت طالعة على السلم وناس كتير واقفين وراها، وبتكون البنت دي لابسة فستان أبيض وده يوم فرحها تقريبا. ووقتها بنشوف العريس باصص لها كده وهو مبتسم، والبنت بتوصل لحد عنده وبتقف قدامه وتبص له وهي بتقول لنفسها: معقول هو ده الشخص اللي أذى أختي الكبيرة؟ أنا دلوقتي بقيت عروسته. هوب هوب، استنى يا معلم كده، تعالى نرجع فلاش باك مع بعض لورا علشان نعرف إيه اللي حصل. وبنرجع بالفعل يا صديقي، بساعتها بنت بتتكلم وبتقول البارون شدير عنده بنتين زي القمر. اول واحده بتكون اجتماعيه جدا وابتسامتها مش بتفرق وشها، وكمان شعرها ذهبي واسمها شيا، والبنت دي بيعتبروها اميره مش بنت عاديه كده وخلاص. وبعدها بنتعرف على البنت التانية واللي بتتصرف زي الرجاله بالظبط، وكل اللي بتعمله في حياتها ان هي بتفضل تقرا كتب وبس، ولا حياه لمن تنادي. وبعد كده بنشوف البنت دي لما بتصحى من النوم يا صديقي وعينها مدمعه، بتخرج من البيت الصغير اللي هي فيه وبتملى ميه من البير، وبتتكلم وقتها بتقول عائله شدير ديت عيله فقيره جدا، وكل يوم لازم يعملوا اعمال منزليه، لازم تخلص اللي هي بتعمله وتعمل اكل لعيلتها. واما بقى في بيتهم بنشوف العيله هم قاعدين ياكلوا على السفره بتاعتهم بس بياكلوا من غيرها، وبتكون هي الغلبانه واقفه في المطبخ بتجمع بواقي الاكل منهم وبتبدا ان هي تاكل فيهم. ده غير كمان ان هي ماسكه حسابات ابوها كلها، وهي اللي بتمضي الوثائق مكانه كمان. وبنكتشف بعد كده يا صديقي ان عيد ميلاد البنت العبيطه ده هيكون بكره، وبتقول اظن كده ان هيبقى يوم جامد قوي. وبيمر الوقت بالفعل، وتاني يوم بنلاقي ناس كتير متجمعين وفرقه موسيقى بتعزف والجو لذيذ اخر حاجه. وبيكون في بنت صغيره جميله جدا اسمها ريك واقفه وبتروح للبنت شيا وبتقول لها شكلك حلو قوي النهارده. فالبنت بترد عليها وبتقول لها شكرا جدا يا ريك، وبتكون اختها واقفه جنبها محدش معبرها اصلا. وابوها بيتكلم مره واحده وبيشكر الناس اللي حضروا الحفله دي وبيقول لهم شكرا جدا ليكوا، البنت شيا هي نجمه النهارده. وساعتها بنشوف اختها واقفه زعلانه وبتفهم وقتها ان الحفله ده اصلا مش معموله علشان عيد ميلادها ولا حاجه، دي معموله علشان شيا تلاقي عريس ليها مش اكتر. وبعد كده بنشوف بالفعل الرجاله كلهم متجمعين حوالين البنت شيا، وكل واحد بيعرفها على نفسه وبيقول عليها ان هي جميله جدا. ساعتها اختها بتطلع تجري من الحفله وبتسيبها لهم خالص وبيكون دمها محروق. وبنلاقيها بعد كده صديقه بره ماشيه لوحدها وبتتكلم وبتقول مش معنى ان عيد ميلادي ان انا هبقى نجمه الحفله ولا حاجه، انا عندي اخت انانيه وكمان ابوها اناني جدا مش بيفكر غير في نفسه. وبعد كده بنشوفها قاعده لوحدها في مكان ضلمه وهادي وتبص لنفسها في انعكاس الميه وبتقول هو انا ليه اتولدت وحشه؟ ليه ما اتولدت ازاي اخت كده جميله والناس كلها بتجري وراها؟ ولكن بعدها بنشوف راجل غريب بيقرب منها وبيقول لها معلش يا انسه انا اسف لو خوفتك، انا جاي دلوقتي علشان خاطر العيد ميلاد. فالبنت بترد عليها وبتقول له الباب من هنا يا استاذ. فالراجل بيبص عليها وبيقول لها شكرا يا خدامه. فطبعا البنت قلبها بيتكسر مره تانية، فبتيجي الخدامه بتاعته من وراهم كده وبتتكلم وبتقول البنت دي مش خدامه ولا حاجه، العيله دي ما عندهاش غير خدامه واحده بس وهي كبيره في السن كمان. فبيرد عليها وبيقول لها بجد امال مين البنت العبيطه اللي قاعده دي؟ فبترد عليها وبتقول له اكيد واحده من بنات الراجل اللي احنا جايين له. فبيتكلم وبيقول لها انا اسف جدا على اللي حصل ده، وبنكتشف ان هو ده العريس بالفعل. البنت عينها بتلمع وقتها وخدودها بتحمر وبتنط من مكانها مره واحده وبتقول له انت من جمهوريه ساندروس؟ فالولد بيرد عليها وبيقول لها ايوه بالظبط كده، انا امي كانت من العائله اللي انت بتقولي عليها. فالعبيطه بتفرح جدا وقتها بتقول له انا عارفه ان انت اصلا لابس اللبس دوت هو لبسهم اساسا. فالراجل بيتكلم وبيقول لها وانت عارفه حاجه عن الثقافه بتاعتهم؟ فالبنت بترد عليها بتقول له لا مش قوي يعني، انا عارفه بس اللي انا قراته في الكتب مش اكتر. فالولد بيرد عليها بيقول لها بجد انت بتدرسي اصلا حضاره؟ طب ازاي في مكان معزول زي ده؟ فالبنت بترد عليها بتقول له مش مهم المكان، المهم اللي بيدرس الثقافه السندروسيه ديت اصلا لازم يحبها اكيد. وده اللي حصل معاه بالظبط، انا اول ما شفتها قدامه وقراتها حبيتها بالظبط. فبيفرح الولد جدا وقتها بيتكلم وبيقول لها ايوه فعلا الهدوم اللي انا لابسها دي معموله من الحرير. فالبنت بتتكلم وبتقول له على فكره ذوقك في اللبس حلو قوي، وانا بحب القصص السندروسيه ديت قوي، انت عارف قصه القطه الحمراء؟ فالولد بيرد عليها وبيقول لها ايوه اكيد عارفها، وبيكونوا هما الاتنين مبسوطين قوي والكلام بينهم رايح جاي. وبتندمج معاه في الكلام يا صديقي لحد ما بتفتكر ابوها وهو بيزعق عليها وبيقول لها اوعي تتكلمي مع اي حد غريب يا بنت انتي. فوقتها بتعتذر الراجل دوت بسرعه يا صديقي وبتقول له ان هي اتصرفت بطريقه وقحه معاه. فبيرد عليها وبيقول لها وقحه ازاي يعني مفيش اي حاجه. وبنت العبيطه بدون اي كلام كده يا صديقي بتطلع تجري وبتسيبه، ولكن الراجل دوت بيطلع يجري وراها وبيلحقها. واول ما بتبص في وشه بتقول له ان عيونه اجمل من اي نجمه، ويا ترى انت جبت الجمدان والحلاوه دي منين كلها يا عم؟ وبتقول له ان اكيد كان جاي علشان يخطب اختها. وبتبدا ان هي تعيط وقتها، فالواد بيتوتر جدا وبيقول لها انا عملت حاجه تضايقك؟ طيب هو انت مجنونه؟ لو السبب ان انا افتكرتك الخدامه فانا بعتذر لك مره تانية والله ما كنتش اقصد. فالبنت بتتكلم وبتقول له لا انت ما عملتش اي حاجه، انت ما
غلطتش يعني. الولد بعدها بيبص على اتومه وبيلاحظ ان هي متبهدله وبيقول لها يا ترى ايه اللي حصل علشان يخليكي متبهدله كده. فبتقول له هي بتضحك، لا ده عادي انا بس مش حلو ولا حاجه فما بهتمش بلبسي يعني. وبتقول له ان هي استمتعت بالكلام معاه النهارده وبتسيبه بعد كده وبتجري يا صديقي. ولكن الواد ما بيكونش عايز ان هو يحلها وبيمسك ايديها وبيقول لها انت حلوه قوي، خلي بالك انت جميله جدا وعجباني. فالبنت عينها بتلمع وقتها ولكن بتتكلم وبتقول له نجمه الليل موجوده جوه، روح قضي وقت حلو معاها. وهناك بتسيبه وبتطلع تجري بالفعل من قدامه وبتفضل تجري لحد ما بتوصل للبيت الصغير اللي هي قاعده فيه وبتقعد تعيط وبتقول الكلام ده انا كنت عايز اسمعه من زمان جدا ودلوقتي بالفعل انا سمعته من اجمل واحد موجود في المدينه كلها. فيا ترى انا اللي زعلانه، هو انا بقيت كئيبه كده؟ وبيمر الوقت يا صديقي وبعد عيد الميلاد دوت بشهر كده بتيجي رساله جواز للبنت شيا. فابوها بيتكلم وقتها بيقول لها انت لازم تتجوزي الراجل ده من اغنى الناس اللي موجودين هنا، ده كنت جراند قريب جدا هيورث رقب الدوق، ده اغنى واحد في المدينه. افرحي يا بنت العبيطه وقتها تقدري تعيشي برفاهيه اكتر من البيت العبيط الصغير اللي احنا عايشين فيه ده. فالبنت بتزعل ولسه هتتكلم وتقول له لا مش موافقه، ولكن الراجل بيتكلم ويقول لاختها ماريا روحي دلوقتي اكتبي رساله لكل الناس القريبين مننا والناس النبيله اللي حوالينا. فالبنت بترد عليها وبتقول له حاضر. بعدها بنروح للاوضه بتاعت شيا يا صديقي وبتكون بتتكلم مع ماريا وبتقول لها انا هتجوز بس مش الشخص اللي انا بحبه، انا اصلا مش عارفه وشه عامل ازاي، انا سمعت اصلا ان كنت جراند دوت راجل وحش جدا وبيكره الستات. فماريا بتتكلم وتقول لها لا ما تقوليش كده يا ست، ده رساله الجواز مكتوبه بشغف وباين عليه ان هو بيحبك. ماريا بتغير الموضوع وقتها بتقول لها عايزاكي في حاجه مهمه دلوقتي حالا عايزه اوريها لك. وبتديها هدوم جديده وبتقول لها انت علشان طويله هيلاقي عليك قوي بشكل مثالي. وبتكمل شويه بعد كده كلامها وبتقول لها دي ملابس سيدات تنكر رجالي. وبتقول ان هي بتحب البنات اللي بتلبس لبس رجاله خصوصا البنات الشجاعه. وبتقول كمان ان هي عملت الملابس دي بنفسها وبتطلب من ماريا ان هي ما تقولش لابوها وامها اي حاجه علشان هما ما بيحبوش الحاجات دي ولقوا حاجات من ده قبل كده عندها في الدولاب فخدوها رموها. فماريا بتتكلم وبتقول لها انا ما كنتش اعرف ان انت عندك اهتمامات من النوع دوت. فبتقول لها انا بعمل كده علشان لو حصل اي حاجه للعائله وما بقاش معاهم اي فلوس نفتح محل صغير ونبيع في الملابس دي. وبتكمل كلامها بعد كده وبتقول لها عايزاكي تستعملي مهاراتك وتعملي الحاجه اللي انت بتحبيها. ولكن ماريا بتضحك في سرها وبتقول اختها ديت اصلا محبوبه من كل الناس حتى انا كمان بحبها. وبيمر الوقت يا صديقي وبعد كده بنشوف في احدى الايام والدنيا كانت بتمطر وبنعرف بعدها ان شيا وهي راحت لبيت الكنت كانت ماتت وقتها في حادثه. يا نهار ابيض يا جدعان، ده الراجل ده طلع وشه فقر بالفعل. وبنشوف ماريا وهي قاعده في الاوضه بتاعتها عماله ماسكه الكتب بتاعت اختها وعماله بتفكر فيها وبتقول كانت بتقرا لك القصص ديت وانا زعلانه. بس وفجاه البنت الغلبانه بتلاقي قلم قوي نازل على وشها من امها وبتقول لها المفروض انت اللي كنت تموتي مش اختك الجميله. وبتفضل تضرب فيها وبتقول لها انت لا عايشه وهي ماتت، انت اصلا وحشه واحنا مش بنحبك ابدا. وبتكمل بعد كده ضرب في البنت الغلبانه وهي بتصرخ وبتقول لها انت اللي قتلت اختك، دي غلطتك انت. بس بعد كده بيجي ابوها وبيمسك ايدها وبيقول لها اهدي بس استهدي بالله كده، اضربها بالراحه علشان ما تسيبيش اثار ضرب على جسمها ونتحبس. يا ابن الخبيثه وانا اللي فاكرك خايف عليها. فمراته بتتكلم بتقول له المفروض ده اصلا جسمها كله يكون مليان ندبات لدرجه ان احنا ما بنشوفش وشها اصلا. فابوها بيتكلم وبيقول لها انا عندي فكره حلوه دلوقتي ماريا تروح مكان اختها البيت الكونت جراندا. فماريا بترد عليهم وبتقول له ليه يا ابن المفتريه عايزني اروح هناك ليه انا ما بحبوش. فالراجل ابن الجزمه بيرد عليها وبيقول لها احنا بعنا حاجات كتير علشان الخطوبه ما عندناش فلوس تانية، لازم ان انت تروح هناك دلوقتي حالا. وبيقول لها ان كنت جراند اصلا قلبه هيتكسر لو عارف اللي حصل للبنت شيا، انت لازم تستغل الفرصه ديت وتروحي مكانها، اعتبرها يوم راحه وخلاص وكوني مكان البنت شيا وخدي اللي انت عايزاه منه بعد كده تعالي. فماريا بتتصدم وقتها بتقول لهم انتوا بجد عايزين تبيعوني؟ مش كفايه كنتوا عايزين تبيعوا اختي وماتت في الطريق. وبتقول هي ايه الجريمه اللي انا عملتها علشان يحصل لي كل دوت؟ والبنت حرفيا بتكون بتنهار من العياط وبتقول في سرها كل دوت علشان انا اتولدت كماريا ومش حد تاني. ولكن بيمر الوقت يا صديقي وبنشوف عربيه وهي ماشيه في الغابه وبيكونوا راكبين فيها وابوها بيتكلم وبيقول لها كوني مطاعه يا ماريا علشان خاطري، ولو كنت فسخ الخطوبه ارجعي للبيت فورا ما تقعديش هناك. فالبنت بتتكلم عليه وبتقول له حاضر حاضر يا اللي منك لله. ابوها بيتكلم بعد كده وبيعرفها ان هو بيقول كنت هيفسخ الخطوبه لانه متوقع ان هي هتفشل لانها اصلا مش نافعه في حاجه. فالبنت بتبص له بكل حزن وقتها بتقول له شكرا ليك، شكرا لثقتك فيا بجد. علشان يبص لها بقرف كده ويقول لها حتى ضحكتك وحشه محتاجه تكون جميله، هو ايه القرف اللي انت فيه ده يا ستي؟ والله العظيم تصدق امك عندها حق، الاحسن فعلا لو كنت انت مت بدل اختك شيا. وماريا وقتها بتكون قاعده زعلانه جدا يا صديقي وبيبص بعد كده للقصر بتاع الكونتو بيكون الامن مش راضي ان هو يدخل ابو ماريا ابدا. فبيفضل ان هو يزعق وقتها بيقول لهم انا بعت لكم رساله اصلا من بدري ان انا جاي، ازاي مش عارفيني وازاي مش عايزين تدخلوني وانتوا مجانين؟ فبتيجي ساعتها الخادمه بتقول له الرساله ده اصلا وصلتنا الصبح يا استاذ، انت كنت فين وبتحطنا في موقف محرج ليه؟ فشادر وقتها بيقول لها انت مجرد خادمه هنا، هات الكونت بتاعك اكلمه. وساعتها بيحط ايده على كتفها كده ولكن حرفيا بتشقلبه على الارض زي كيس البطاطس.
وبتبقى قاعده فوقها حرفيا وبتقول له انا اسفه، انا بطلب منك ان انت تمشي من هنا دلوقتي. فشادر بيكون هيطقها حرفيا وقتها، ولكن بتيجي ماريا وبتنزل على الارض وبتعتذر للخادمه. فالخادمه وقتها بتوع الامن بيتصدموا من اللي هي عملته، فبتعتذر لهم تاني والنقاب بتاع ماري بيقع. واول ما الخادمه بتشوف وش البنت ماري بتتخض وبتقول لها هو انت ماري صح؟ فالبنت بترد عليها وبتقول لها ايوه انا ماري من عائله شايدر. فالخادمه ساعتها بتطبطب على راسها وبتقول له الحراس يعرفك كنت ان الرساله اللي جت دي. والخادمه ساعتها بتعتذر منهم وبتعرفها بنفسها وبيكون اسمها مياو. وبتكلم ماري باحترام وقتها وبتقول لها اتفضلي ادخلي. وبتخش ماري القصر بالفعل وبتسمع كنت بيزعق وقتها لبتاع الامن، وبيقول له يطرد ماري ديت اساسا بره ومش عايزها، انا مش عايز اخطبها، انا كنت عايز شيا. وبيقول له كمان وقتها يا ريتني خدت البنت الجميله القمر ديت معايا اليوم اللي انا قابلتها فيه. فالخادمه بتنادله وقتها ولسه هيلف علشان يزعق، ولكن بيلمح ماري قدامه وبيعرف ان هي اللي جت. وساعتها بيتصدم حرفيا اول لما بيشوفها بقى يا معلم. والبنت ماري كمان بتتكلم وتقول يا نهار ابيض، انا ما كنتش متوقع ان كنت هيطلع الراجل اللي انا قابلته في اليوم دوت وكان عمال يجري ورايا. وابوها السائل بعد كده بيدخل وبيقول انا اسف يا حضرتك، كنت انا عارف ان الحادثه بتاعت شيا كسرت لك قلبك مش كده، فانا دلوقتي جبت لك معاه ماريا بدلها. فبيرد بيقول له ماريا؟ هو انت ماريا؟ فابوها بيتكلم وبيقول له ايوه ديت ماريا طبعا، ما ينفعش نقارنها بالبنت شيا. فبيبص له كنت بصه بكره كده وبيقول له امشي يلا من هنا. وبيقول لماريا وقتها انا اسف على اللي حصل مني، خد راحتك في القصر وعقبال ما ارجع لك مره تانية. فماريا ما بتكونش فاهمه اي حاجه لحد دلوقتي، والخدامه بتقول لها ان هي تجهز لها اوضه ليها دلوقتي مخصوصه. وماريا بتقعد على الترابيزه بعد كده، والخدامه بتجيب لها الشاي لحد عندها وبتسالها ماريا هو ابوك راح فين صح؟ فبتعرفها ان هو في اجتماع مع كنت دلوقتي وبتديها كوبايه الشاي. فماريا وقتها بتعجب بالشاي اساسا وبتقول لها ان هو ريحته حلوه قوي، وبتسالها يا ترى جاي منين، من ساندورس ولا منين؟ فالخادمه بتستغرب وقتها ان هي اصلا عارفه المكان ده. فماريا بتتكلم وتقول لها ما تستغربيش، انا قرات عنه في كتاب قبل كده ان هم بيحطوا التوابل في الشاي علشان صحتهم تبقى كويسه. فماريا بتدوق الشاي بعد كده بتقول لهم ان هو جميل جدا واختراع حلو قوي. الخادمه وقتها قاعده مستغرباها وبتكون كاتمه الضحكه حرفيا وبتقول لها ان هي كيوت، اما ماريا بقى بتكون مكسوفه على الاخر. في نفس اللحظه دي صديق الباب بيخبط وبتروح الخادمه علشان تفتح، وبيطلع كنت هو اللي بيخبط. وماري اول لما بتشوفه بتجري تعتذر له عن اللي عمله ابوها، وبتسالها ابوها راح فين يا ترى؟ ولكن كنت بيرد عليها يقول لها ولا اي حاجه، اوعي تعتذر مره تانية، هو مش اصلا دلوقتي، وانا قلت له ان هو ما يرجعش الهدايا بتاعه الخطوبه ويحطها عند قبر البنت شيا. فبتكون خارجه بس بيوقفها وقتها وبيقول لها انا عايز اسالك سؤال. البنت بتبص له وقتها بكسوف وبتقول له اسال يا باشا. فبيرد عليها وبيقول لها هي عيلتك كانت بتعاملك وحش صح؟ في اللحظه دي ماري بتكون مرعوبه حرفيا وبتفتكر ان كل اللي بيحصل فيها ده من ساعه ما اختها ماتت. فالبنت وقتها بتكون مرعوبه حرفيا وبتفتكر اللي امها عملته فيها لما اختها ماتت، وبتقول له لا لا ما كانوش بيعاملينه وحش ولا حاجه. وبتقول له ان هما لو كانوا قاسيين عليها شويه فهي علشان جاهله وتقدر تتصرف في اي حاجه بعد كده وتعتمد على نفسها، فما تقلقش يا حضره الكنت انا ما فيش اي حاجه بتحصل لي. فالراجل بيرد عليها ويقول لها ما تقوليش حضره الكنت دي، قولوا لي كروس. فالبنت وقتها بتتحرج وبتقول له حاضر يا استاذ كروس. فبيقول لها خلينا نكمل كلامنا مع بعض دلوقتي، وطالما بتقول ان اهلك بيعاملوكوا كويس قوي ليه كنت لابسه لبس معفن يوم عيد ميلادك؟ يا بنت ده اللبس اللي انت كنت لابساه يلبسه الارملات والراهبات بس، ما تلبسوش بنت جميله زيك كده. وبيسالها وقتها يا ترى انت ناويه تبقى راهبه ولا ايه؟ فبترد عليها وبتقول له لا. فبيسالها امال بتكرهي الرجاله يعني؟ فبترد عليها برضه وبتقول له لا ما بكرهش الرجاله ولا حاجه. فبيرد عليها ويتكلم امال كنت عايشه ازاي زي ظل اختك كده يعني ولا اي حاجه؟ وبيسالها كمان يا ترى كنت راضيه عيشتك ازاي في عيله شارد دي؟ فالبنت وقتها ما بترضاش ان هي ترد عليها، بتفضل ساكته. فبيقول لها علشان خاطر ما تفضليش ساكته فهميني كل حاجه. فماريا بتتكلم في سرها وتقول انا كنت عايشه عمر في حياتي ما كنت اتمناها، املي كان معدوم ان انا اهرب من المكان اللي انا كنت فيه. وساعتها بترد عليها وبتقول له انا مش جميله، فده اللي كان مسبب لي مشكله بس. فساعتها كريسي بينادي على البنت مياو، ومياو بتيجي جري بالفعل وبتقول للبنت ماري ان هي جهزت لها الحمام وظبطت لها الهدوم الجديده. فبتستغرب ماري وقتها من ان هي بتقوله، وبيخرجوا بره الاوضه وبتبص ماري على المكان وبتتصدم من جماله وحجمه حرفيا. وبتخش بعد كده ماري الحمام وبتسال الخادمه هو ده بجد حمام ولا قصر يا بنتي؟ البنت لحد دلوقتي ما بتكونش مصدقه نفسها يا صديقي، وبتكون فاكره اصلا ان هم جايبينها لحد هنا علشان تنظف لهم الحمامات. وبتشمر ساعتها كانها نازله ترعى كده وبتجهز نفسها خلاص، وبتلاقي واحده جت وبتقول لها انت بتعملي ايه؟ انا كنت مستنياكي. وبتعرفها عن نفسها وبتقول لها ان هي اسمها تونيكا ودي امينه الحمامات بتاعه الكونتا. وبتقول لها مياو ان تونيكا ديت اصلا خبيره مساج وتجميل. فماري وقتها بتستغرب وما بتبقاش فاهمه، وبتلاقي ان مره واحده هدومها اتغيرت يا صديقي. ومياو وقتها بتقول لها لو تونيك ضايقتك اديها على وشها عادي ولا يهمك. فالبنت ماري بتستغرب وبتقول لها ايه اضرب مين؟ انا هنضف الحمامات اصلا. فتونيك بتضحك وقتها وبتقول
لها مش الحمامات اللي هتتجمل والله، ده انت اللي هيتعمل لك عمليه تجميل دلوقتي صدقيني. وبنلاقي بعد كده ماريا قاعده مستمتعه بالحمام يا صديقي اللي بتاخده، وتونيك بتشرح لها هي هتعمل ايه بالظبط دلوقتي المفروض يعني، وبتقول لها ان هي حطت في الميه ملح وعسل وفواكه هتخليها كانها اتولدت من جديد. وبتمسك شعرها بعد كده وبتقول لها سيبك بقى من الشعر المحروق دوت، انا هحولك لفراشه من دلوقتي. بيعدي الوقت وبالليل بنروح جوه القصر وبنشوف كريس واقف مستني ماري، وماري وقتها بتفتح الباب وبتبقى بتنور في الضلمه حرفيا، شكلها اتحول 180 درجه. فكريس ساعتها بيتصدم من جمالها اول لما بيشوفها، وبتنزل ماري على السلم وكريس واقف مستنيها تحت. ماري بعدها بتقف قدام المرايه بتفضل تبص على نفسها وبتقول مين الجميله دي، مين اللي واقفه قدام، انا مش مصدقه نفسي. وكريس يعني واقف في عالم موازي مش مصدق نفسه ان هي نضفت كده، وبينادي على حد اسمه ليو. وساعتها بتيجي واحده اموره كده وبتقول له امر يا باشا. وطبعا بنعرف ان هي ام كريس، وزي اي ام ما بتعمل كده بتروح تعاين البضاعه بتاعت ابنها، وبتفضل تبص على ماري من فوق لتحت وبتقول لكريس ذوقك حلو يا ولد، ده جميله جدا. فكريس بيرد عليها وبيقول لها بعد اذنك انا بغير عليها، اتكلمي بطريقه احسن من كده. وساعتها ام كريس بتتكلم معاه بتقول له خد بالك البنت ديت اصلا شكلها كده على الله. فابنها بيرد عليها بيقول لها ايوه بالفعل هي على الله، وانا لازم اثقفها واخليها احسن من كده لان هي عبيطه قوي، وانا قبل الفرح بتاعنا هعمل اللي عليا معاها واحاول ان انا اخليها تفهم شويه بدل ما هي عبيطه كده. وساعتها بيقدر ان هو يقنع امه ان هي توافق على الخطوبه بالفعل، وبيشكرها وهي ماشيه. وبتيجي بعدها البنت مياو بتهني البنت ماري، فبتقول لها ماري الف شكر لك يا باشا، بس انت بتهنينا على ايه؟ فمياو بتتكلم وبتقول لها ان الدوك ام كريس وافقت على الخطوبه بتاعتكم، وانت رسميا دلوقتي يا بنت المحظوظه خطيبه الكونت كريس جراندا. فماري وقتها ما بتكونش مصدقه نفسها وبتفضل ان هي تصوت من الصدمه، وكل الخادمات بيفضلوا ان هم يسقفوا ويهنوهم. وليو بتقول لكريس وقتها اخيرا يا ابني هتتجوز. فبيرد عليها وقتها بيقول لها لسه بدري على فكره يا ماما، لسه ما جهزناش الخطوبه حتى، ولسه هعلمها الحاجات اللي انا قلت لك عليها. وماري بتبقى واقفه اصلا مش فاهمه اي حاجه زي الحمار في الزفه كده، ولكن وفجاه بتخرج عن شعورها مره واحده، وبنت المجنونه بتتكلم وبتقول بصوت عالي انا مش عايزه الخطوبه بتاعت كريس دي. فبيتصدم وقتها الجميع يا صديقي، وحتى ان كريس بيتصدم حرفيا. بنشوف بعد كده يا صديقي كروس وهو بيفتكر البنت ماري وازاي كانت جميله بعد ما الخدامه ظبطتها، وكأن البنت بنت اللذينه اتولدت من جديد، وبيكون باصص للسماء وهو بيشرب عصير وبيفتكر جمال البنت ماري، لحد ما بتيجي البنت مياو بكوبايه ميه بتفوقه من اللي هو فيه ده، وبتقول له فوق يا موهوم يا ابن الموهومه، البنت ماري رفضتك خلاص. فبيخبط دماغه في الترابيزه وقتها وبيقول لها يا ست ما تفكرونيش باللي حصل يا بنتي. فالبنت بترد عليه وبتعرفه ازاي انا ما اعرفكش، ده الواجب بتاعي لازم افوقك علشان تشوف مصلحتك، وانت كنت مغيب اصلا واتلخبطت بين البنتين لما كنت جاي تخطبها. فبيرد عليها بيقول لها طيب انا كنت اعرف منين يعني. وبيرجع فلاش باك بعد كده يا صديقي وبيفتكر لما قابل البنت ماري يوم عيد ميلادها وكانت قاعده في الضلمه، ومين كان يصدق وقتها ان البنت الجربوعه ديت هي تكون نجمه الحفله. وبنرجع بعدها للماضي بتاع كريس وبنشوف الخدامه لما كانت قاعده معاها بتحكي له حكايه وهو قاعد صغير كده، وساعتها هم قاعدين يا صديقي مع بعض بيسمعوا صوت زعيق، فبيجري يفتح الباب وبيلاقي حد بيزعق على امه. وساعتها بنكتشف ان ابو كريس متجوز واحده تانية اسمها لورا، وبتكون من عيله نبيله، وهي دي اللي بتزعق لام كريس اللي المفروض الزوجه التانية بتاعت ابوه واللي هي من الرحاله. وتاني يوم يا صديقي بنشوف كريس بيلعب وبيجري ورا الفراشه في القصر، بس هو بيجري بيقع على وشه وبيقعد يعيط زي العيال الصغيره. فلورا وقتها بتيجي تقف قدامه وبتديله بسكوته وبتقول له كل ديت بس واهدى كده ما تعيطش يا عم. فساعتها كريس بياخدها منها بالفعل يا صديقي وبياكلها وهو فرحان. فالبنت بتستغرب وبتقول له انا اللي عاملاها بايدي، ازاي وثقت فيها واكلتها كده؟ فبيرد عليها بيقول لها علشان طعمها حلو مش مهم بقى انت عامله فيها ايه. فالست وقتها بتفرح يا صديقي وبتقول له طب انت بتحب ايه تاني علشان اعمله لك. فبيفضل ان هو يرص لها الحاجات اللي هو بيحبها، من الاخر كده بيحب الحلويات جدا. والبنت وقتها بتضحك معاه وبتقول له على فكره انا كمان بحب الحلويات، بس علشان تعمل حلويات لازم ما تكونش بتفكر في اي حاجه وحشه. وبعد كده بتبتسم له وبتقول له انا همشي دلوقتي والمره الجايه هعمل لك شويه بسكوت بالشوكولاته، وبتسيبه بعدها وبتمشي بالفعل. واما بالليل بقى بنشوف ابوه لما كان بيتكلم معاه هو وامه وبيعرفهم ان زوجاته الاولانيه ما خلفتلوش غير بنت بس، وعلشان كده جمعهم دلوقتي علشان يديله درس ويقول له ان هو اللي هيورث العرش مكانه. ولكن وقتها يا صديقي ليه ام كريس بتكون خايفه جدا، وكريس بيبص جنبه بيشوف البنت لورا واقفه ورا الباب وتكون هتفرقع حرفيا. وكريس وقتها يا صديقي بيكون مرعوب حرفيا هو كمان ويعملها على نفسه ومبسطها ليه. وبعدها بفتره بنسمع صوت في القصر وبيكون جاي من الاوضه بتاعه البنت لورا. كريس ساعتها بيطلع يجري على الاوضه، واول لما بيوصل هناك بيشوف ان لورا ماتت يا صديقي، وبتكون حاطه سم في البسكوت واكلته. فكريس وقتها بيزعل وبيقول يا ترى هي عملت كده ليه، ده كانت طيبه ليه اختارت ان هي تموت نفسها. المهم بيمر الوقت يا صديقي وبعد موت البنت لورا ليو بتترقى لمنصب الزوجه الرسميه للملك وقتها،
ولكنها مرضتش يا صديقي بالحكم دوت، وخدت كريس معاها للبلده بتاعتها وطلعت تجري بالفعل. وكريس وقتها فضل ان هو يشتغل على نفسه لحد ما وصل لمنصب الكنت بمجهوده وبدراعه كمان. بس ولكن كريس ساعتها بيعرفنا ان هو ما بيحبش اجتماعات الطبقات الرفيعه، وبيتجنب اي كلام عن الجواز من بنات النبلاء. وبنروح بعد كده الحفله وبنشوف كريس اثناء ما كان قاعد هناك لوحده، وساعتها بيجي له شخص اسمه لويف وبيتكلم وبيقول له بجد اخيرا يا عم انت وريتنا وشك. فكريس وقتها بيعرفه ان هو جاي علشان الاستدعاء وبس، مش جاي علشان يلعب يعني ولا حاجه. فالويف بيعرفه ان هو جاي زيه هنا بالظبط يا صديقي، وان هما بعتوا دعوه لكل عازب غني من عيله عظيمه. وبعد كده بيكلموا عن الحفله بتاعت شيدير يا صديقي، وبيعرفه وقتها ان هو بيتاجر ببناته لاي واحد غني علشان يجوزها لهم. فكريس وقتها بيقول له الراجل دوت حقير جدا ازاي يعمل كده، ولكن الراجل بيرد عليه وبيقول له الاشاعات بتقول ان البنت بنته جميله جدا علشان كده هو بيعمل كده. بس المشكله بقى ان انا خاطب ومش هعرف اروح هناك يا صديقي، ما تروح انت وهتبقى فرصه ان انت تخطب. وبيفضلوا يضحكوا ويهزروا وقتها سوا يا صديقي، ولكن بتيجي واحده في اللحظه دي وبتنادى على كريس، وبتكون جايبه معاه بسكوت وعايزاه ياكل وقتها منه. وبيوافق بالفعل ان هو ياكل، واول لما بياخد منها البسكوت بيزعل جدا، فالبنت بتتوتر وما بتكونش عارفه هو ماله وبتسيبه وبيمشي. بيرجع لصاحبه لوفي اللي بيتكلم معاه بيقول له يا عم البنات معجبه بيك يا بختك يا معلم. فبيرد كريس عليه وبيقول له يا عم ما طمعانين بس في الفلوس بتاعتي، مش عايزين منه اكتر من كده. وبيكون في بنات في نفس الوقت يا صديقي كتير جدا معجبين بالولد كريس واقفين بره مستنيينه، ولكن مشكلتهم الوحيده في لون بشرته السمراء. وصاحبه ساعتها بيقول له لازم تستغل الفرصه ديت وتطلع تتعرف عليهم كلهم، ما ينفعش ان انت تكون اعزب يا معلم علشان ابنك يورث اللقب بتاعك. وبيمشي بعد كده ويسيبه وبيقول له انا مستني اعرف مين البنت اللي هتخطف قلبك في المزز اللي واقفه دي كلها. فكريس بيضحك وبيقول له سيبك من الكلام اللي في دماغك، انا مش بتاع الحاجات دي. ولكن بعد كده كريس بيمسك الدعوه بتاعه الحفله يا صديقي وبيتكلم مع نفسه وبيقول البنت ديت فقيره فممكن تنفعني لان ما بحبش الاغنياء. وساعتها بيفتكر اخواته البنات لحظه ما ماتت لورا يا صديقي، وان الدنيا كانت متلخبطه معاه على الاخر. وبيتكلم مع نفسه بعد كده وبيقول الحب دوت حاجه المفروض ما احسش بيها ابدا. المهم بنروح بعد كده لحظه ما شاف فيها البنت ماري، وبيفتكر ازاي ماري كانت لطيفه وبتحب البلد اللي هي بتاعته عكس البنات الباقيين كلهم. وبيكمل كلامه بعد كده وبيقول ان هو برضه وقع في حب البنت ماري. وبنشوف فلاش باك يا صديقي لما كريس دخل الحفله وقعد يدور على البنت ماري ساعتها، ووقتها بيخش على ابوها وبيقول له بنتك فين يا عم الحاج انت. فالبارون بيشاور وقتها على شيا وبيقول له دي نجمه الحفله يا معلم اللي انت جاي علشانها انا عارف. فكريس وقتها بيبص لبنته وبيتكلم في سره وبيقول مش دي اللي انا بدور عليها، هو عنده اتنين. وابتدى ان هو يتلخبط وقتها افتكر ان نجمه الحفله ديت يا صديقي هي البنت ماري والتانيه اللي اسمها شيا. وبيخرج ساعتها وبيفضل ان هو يدور عليها في كل مكان، وبيخرج من القصر خالص يا صديقي وبيرجع لاول مكان قابلها فيه وبرضه مش بيلاقيها ابدا. فبيقرر بعدها ان هو يبعت رساله علشان يتجوز البنت شيا اللي هو كان مفكرها ماري اساسا. وبيجي له ساعتها الرد بالفعل ان هم وافقوا، وبيفرح جدا ساعتها يا صديقي وبيفضل فتره كبيره مشغول علشان يجهز لها اعظم ضيافه في حياتها. وساعتها جهز لها فستان ومجوهرات وخدم كتير جدا. وابن العبيطه كان مستني اليوم اللي هتوصل فيه البنت شيا بفارغ الصبر يا صديقي، وكان فاكر ان هي ماري. ولما بيمر الوقت وبيجي اليوم اللي هي هتجيله فيه جات له رساله ان هي ماتت في حادثه على الطريق. ساعتها بيبقى كريس مش قادر ان هو يستحمل الخبر ولا ايه اللي حصل، وبيقع على الارض وهو مصدوم. بس في وسط ما الدنيا اسودت في وشه يا صديقي بتظهر مره تانية، وكان فاكرها ان هي شيا اصلا. بنرجع بقى للحاضر يا معلم وبنشوف البنت مياوي وهي بتتكلم وبتقول له بصراحه انت غبي قوي، انت كان المفروض تعرف من الاول. فكريس وقتها بيكون في حاله من الحزن علشان البنت رفضته بعد كل ده، فبيتكمل مياوي وبتقول له اقبل الحياه زي ما هي يا معلم. كريس وقتها بيحط ايده على راسه وبيقول لها بلاش كلامك اللي زي الدبش دوت دلوقتي علشان خاطري. فالبنت بتقول له لازم اعرفك الحقيقه يا موهوم يا ابن الموهومه، فوق يا عم من اللي انت فيه، البنت مش بتحبك ولا عايزاك. وكمان بتعرفه ان السبب الحقيقي وراه ان البنت دي ممكن تكون بتكرهه، وان هي اول لما جات له القصر طلب من الخدم ان هم يرموها بره من غير ما يعرف ان هي البنت اللي كان عايزها. فكريس وقتها بيتكلم وبيقول لها طب ما انا اروح لها دلوقتي واوضح لها سوء التفاهم علشان تقع في حبي، انا مش قادر استحمل اكتر من كده. البنت بترد عليه وقتها وبتقول له والله يا معلم ما اقدرش افيدك في الحوار بتاعك ده لانه معقد جدا، بس انت لازم تبذل اقصى جهدك علشان توقعها في حبك بالفعل. وبتكمل كلامها وبتقول له على فكره الحب من طرف واحد ده وحش قوي. فكريس بيرد عليها وبيقول لها فعلا معاك حق. وبعد كده بيقول لها يلا نروح نشوف البنت ماري فين علشان اعتذر لها، وبيبص للسما وبيقول يا رب تقبل الاعتذار بتاعي. واما بقى على الجانب الاخر بنشوف ماري وهي باصه لنفسها في المرايه وبتفتكر نفسها القديمه وكل اللي معاها دلوقتي ومكتبها المفضل، بس بترجع للواقع مره تانية وبتسال نفسها يا ترى مين اللي قدامي دي. ولكن وساعتها وهي بتفكر يا صديقي الباب بيخبط وبيخش كريس ومعاه مياو. ولكن فجاه بتجري بنت المجنون على كريس وبتعتذر له على اللي هي قالته له قبل كده. فبيتصدموا هما الاثنين وقتها، وكريس بيبص لها بيقول لها بنت المجنونه هو انت عملت
علشان تعتذري. فالبنت بتقول له كلامي كان زي الزفت معاك انا عارفه، بس الحوار جالي على غفله وانا ما كنتش عامله حسابي ابدا. ولكن كريس بيرد عليها بيقول لها ما تعتذريش، انا المفروض اعتذر لك دلوقتي علشان طلبت منهم يرموكي بره. كريس وقتها بيتوتر وخدوده بتحمر يا صديقي اول ما البنت بتبص له، ومياو بتديله بالرجل علشان تفوقه. وساعتها بيبدا ان هو يشرح لماري ان في سوء تفاهم وان هو ما بيكرههاش، ومن ساعه ما شافها وبيحاول ان هو يدور عليها. وتاني حاجه انا افتكرت ان انت جاي القصر دوت بارادتك علشان تكوني مراتي، انا اسف علشان انا بحبك ومش عايز حد غيرك. فماري وقتها خدودها بتحمر وبتعتذر له وبتقول له انا اسفه على اللي انا عملته وشكرا كمان على ضيافتك، بس انا عملت كده علشان ما كنتش اعرف عنك اي حاجه، وان هما بيقولوا ان انت اللي قتلت اختي وانت السبب في كده. فالواد بيرد عليها بيقول لها انا عذرك وعارف اللي انت بتقوليه، بس دي اشاعات والله ماليش دعوه باي حاجه. فماري بتعتذر له وقتها ان هي ما كانش ينفع تقول الكلام دوت وبتكون محرجه، ولكن موت اختها مأثر فيها. الولد بيكلمها وبيقول لها على فكره انا كنت جاي وقتها علشان اتجوز البنت شيا، ولكن اول لما شفتك وقتها مشاعري اتغيرت تماما وبقيت احبك انت. فبترد عليه البنت وبتقول له مشاعرك للبنت شيا كانت باينه جدا في الرساله بتاعتها. فبيرد وبيقول لها هي دي المشكله بقى، لان كنت فاكرها ان هو انت يا بنت العبيطه. فمياو وقتها بتيجي وبتقطعهم علشان يروحوا يتعشوا ويكملوا كلامهم وقت الاكل يا صديقي. وكريس ساعتها بيسيب اللي في ايده وبيبص للبنت وبيقول لها الرساله اللي انا بعتها لاختك دي كانت علشان خاطرك انت، انا ما بحبش حتى الا انت يا بنتي. فالبنت بنت العبيطه بترد عليها بتقول لها انا عارفه ان انت بتطيب خاطره وخلاص بكلمتين، شكرا جدا ليك. الواد وقتها بيكون هيتجنن حرفيا وبيمسك دماغه كده من كتر الغباء، بيقول لها يا بنت افهمي بقى علشان خاطري ما تطلعيش عين امي. فالبنت بتقول له عايز تقول حاجه تانية انا هقوم امشي دلوقتي. فالراجل بيبص لها وبيقول لها ايوه عايز اقول حاجه، انا بحبك وبموت فيك على فكره. البنت بتتوتر جدا وما بتكونش عارفه ترد تقول ايه، ولكن بيكمل كلامه وبيقول لها اهلي موافقين على الخطوبه على فكره وبعد 3 شهور حددناها. ولكن ماري فجاه بتقف من مكانها وبتقول في ايه يا ولاد المجانين اللي انتوا بتعملوه، انا عايز ارجع بيتي دلوقتي حالا. فكريس بيرد عليها وبيقول لها ليه بس يا بنت مين اللي ضايقك وكده. فبتعرفه ماري ان ابوها ما كانش متوقع ان خطوبتهم دي تكمل على خير اساسا، كان عايزني ابقى خدامه عندك كل يوم وارجع له مره تانية بالفلوس اللي انا هاخدها منك كلها. فبيتعصب كريس ومياو في نفس الوقت وبيقولوا هي كل الناس عايزه تستغلنا وتاخد فلوسي، وبيسيبهم بعد كده وبيطلب من مياو ان هي تخرج وراه. وبترجع مره تانية يا صديقي مياو عندها وبتقول لها انت عايزه تروحي بيتك ليه؟ يا ترى انت شايفه نفسك وحشه ليه انت مش راضيه تتقبلي الوضع ليه يا بنت العبيطه؟ البنت بترد عليها بكل حزن وبتقول لها علشان امي وابويا دايما يضربوني ويقولوا عليا ان انا وحشه. ولكن البنت بتتكلم وبتقول لها فوقي بقى بص لنفسك في المرايه كده. وفعلا ماري بتبص في المرايه بعد كده والبنت بتقول لها ايه هي دي العبيطه اللي كانت متسوله زمان. ولكن البنت برضه ما بتكونش مقتنعه وبتقول لها انا راح انام دلوقتي، شكل الكلام اصلا مش هيجيب نتيجه. بس البنت بتروح وقتها الاوضه بتاعتها يا صديقي وبتكون فرحانه بالعيشه اللي هي عايشاها، وان هي خلاص طلعت من الفقر اللي كانت فيه والضرب والذل والاهانه. واول ساعتها ما بتحط راسها على المخده وبتغمض عينها بتفتكر كريس وهو بيتكلم معاها وبيعترف لها بحبه. فبتقوم وقتها من النوم هي مكسوفه يا صديقي، ولكن بتهدي نفسها وبتكون فرحانه وبتقول له دوت حلم انا ما كنتش عايز اصحى منه ابدا، انا فعلا وقعت في حبه. يا نهار ابيض انه الحب يا ساده. وبس لحد هنا يا صديقي حلقه النهارده تكون خلاص خلصت. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده، والبنت بالفعل هتوافق على الولد دوت انها تتخطب له ولا هترفض كالعاده؟ ده اللي هنعرفه مع بعض صديقي الاوتاكو في الحلقه اللي جايه. بس لو ما اشتركتش في القناه انزل تشترك دلوقتي علشان تتابع كل جديد. وفي النهايه اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.